السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم من جديد في عالمكم المتواضع، عالم دوجة. نتمنى أنكم تكونوا بخير وصحة وسلامة، ورمضان مبارك بالصحة والسلامة والشهوات. تهلاو في رزقكم. اليوم إن شاء الله غادي نقترح معكم واحد البطيبيطات. آه، آه، المهم نبدا معكم بهاد الحشوية الأولى. حيت أنا العجينة دايرها في الثلاجة، ديجا عجناها. هنايا دايرة واحد 2 مطيشات، واحد شوية ديال المكور اللي طحنتو في ديك الهاشوار، وجوج وشي 3 البصلات، 2 فرماجات باش تعلك هاد الحشوة. وهنايا في التوابل درت واحد شوية ديال الزعفران، خرقهم، وسكنجبير، وشوية ديال واحد التوابل ديال كانوا عندي. وغادي وشوية البزار، وغادي نديرهم نشحرهم فوق البوطة. هاد الحشوة تجي زوينة في هاد المطيلعات الصغار، تجي واعرة. هنا غادي ندير هاد لاصوص ديال البرجر. كي قلت لكم غادي ندير هذيك لاصوص في هاد الحشوة هادي. تتعلك هاد الحشوة هادي. المهم هنايا غادي نديرها، غادي نخلطها مع داك، مع تشحر مع ديك الخضيرة. تنحركهم، نديرهم فوق البوطة دغيا. المهم تتشحروا دغيا يديروا. هنايا قطعت واحد شويه ديال الصدر ديال الدجاج، قطعته شويه باين شويه باش يكون باين في هذوك البطيبيطات. غادي نخلط هذاك الخليط هنايا. المهم خليت هذيك الحشوه بردات. العجينه كي قلت لكم انا ديجا انا عاجنه ودايرها في الثلاجه. تا بغيتها جبدتها. المهم هادي كرست هادوك المطيلعات، درتهم على هاد الشكل هكا دغيا تيخمروا. المهم غادي نبدا تنطيب، حيت دغيا حيت العجينه عجنتها انا من البارح، ودغيا درتها تطلقات شويه دغيا ودرتها وبديت عجنتها وطيبتها. المهم هنا غادي ندير معكم هذيك الكيكه. انا درت في الكاس ديال مولينكس، درت واحد الكاس ديال الحليب. غادي ندير فيه واحد 3 البيضات، غادي نفقسهم مع داك الحليب. واللي عنده دانون بغى يدير دانون يديرو، المهم على حسب الذوق. انا درت واحد شويه ديال السكر، درت نص كاس من هذاك الكاس، وعلى حسب سميتو على حسب الذوق. هنا نص كاس ديال الزيت ديال المائدة حتى هي. غادي ندير واحد 2 ساشيات ديال سكر فاني، وغادي نديرهم نضربهم في المولينكس. المهم ضربتهم واحد تقريبا واحد 10 دقائق وما طحنتهم، او ما درتهم في هذا البول هادي. غادي ندير عليها هاد الدقيق، تقريبا كاس ونص ديال الدقيق. هاد الكيكه دغيا وجدات. المهم الدقيقه الاخيره ديال فاش قربت المغرب. المهم غادي نخلط بهاد السباتو هذاك الدقيق تيندمج مع داك الخليط اللي طحنت. غادي نبدا نحركو حتى يدير. درت هنايا واحد 2 ساشيات ديال خميرة الحلويات. المهم غادي نديرهم وغادي نحركهم بهاديك السباتو. وفكتيني هنايا درت واحد القشرة ديال الليمونة.
حكيتها في الحكاكة، هي راه تبان لكم هنايا. حكيتها في هذيك الحكاكة رقيقة، تتعطي مذاق زوين. هذيك القشرة ديال الليمون تتعجبني في الكيكة وتجي بنينة. هنايا درتها في هاد المول هذا، هاد المول عندي غادي نديرها في هاد الطيب. دغيا طابت، تبارك الله دغيا طابت، ما خدتش الوقت. درتها في الفران. درت هنايا داك اللوز إفيلي تا هو درتو فوق منها. كيكة ساهلة ولذيذة، جات زوينة، جات واعرة. انايا درت ليها داك بيبي شوكولا تا هو درتو فوق منها. تيبيو الدراري الشوكولات. هنا في هاد الكاسرولة هادي غادي ندير هاد فوق منها التزيين باش تجي رطبة. درت هنايا واحد كاس ونص ديال الحليب، ودرت فيه واحد الطوبة ديال السكر، وهنايا ديك تاع الفاني، ودرتهم فوق البوطة. هنا كي تيبانوا لكم هذوك البطيبيطات راه عمرتهم وزوقتهم بشوية الخس وداك مطيشة السوريز، جاو واعرين في المذاق. هنايا درت هذيك الكيكة، خرجتها من الفران وصوبت ليها هذيك لاصوص اللي قلت لكم بالحليب والفلان، وواحد شويه ديال درت فيه واحد الطوبه ديال السكر، ودرت عليهم واحد شويه ديال الشوكولات حتى هو في هذيك دابت معاه. المهم مع الدقائق ديال تتقرب المغرب تنبقاو هي تجري جري جري وصافي. نتمنى هاد الوصفات يعجبوكم، سريعين. هي الكيكه جات واعره ولذيذه وخفيفه وسهله في نفس الوقت. دغيا طابت، دغيا وجدات في الدقيقه ديال 90. نتمنى هاد الفيديو يعجبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. متنساوناش من لايك